أرضيات الشقق أو السيراميك بتاع الشقق، سيراميك أو بورسلين أو رخام أيا كان. الموضوع ده مهم جدا وفعلا بيفرق في شكل شقتك جدا. خلينا بكل اختصار أبدأ لك بالموضوع واحدة واحدة عشان خاطر ما تتلخبطش معايا، وخلينا نشوف احنا ازاي بنختار السيراميك المناسب للشقة، وازاي نقدر نحدد شكل السيراميك المناسب او البورسلين المناسب لشقتنا. وخلينا في البداية خالص نعرف ايه اصلا الفرق بين السيراميك وبين البورسلين وبين الرخام. مش الفرق اللي احنا عارفينه، لا، الفرق في الشكل. طبعا في الاساس دايما هقول لك، او انا من وجهة نظري الشخصيه كمهندس معماري، ان انا دايما شايف ان الرخام هو افضل ارضيه ممكن تتعمل في اي مكان. لان انا دايما بميل وبحب الحاجات الطبيعيه، بحب الخشب الطبيعي، بحب الرخام الطبيعي، بحب الزرع الطبيعي، اي حاجه طبيعيه انا بحبها جدا. ولكن في اوقات كتير جدا بنكون مجبرين ان احنا نحط في الشقه بتاعتنا حاجات صناعي. لازم لما نحط الحاجات الصناعي نختار حاجه بدقه شويه. لازم تكون عارف ان الناس اللي بيعملوا البورسلين وبيعملوا السيراميك، الاشكال دي هي اصلا بتيجي من الرخام. يعني اللي بيجي يعمل سيراميك او اللي بيصنع سيراميك او بيصنع بورسلين، هو بيبقى بيختار الحاجة اللي بتبقى شبه الرخام. دايما تلاقي ان اشكال البورسلين المنتشرة دلوقتي في السوق، الاشكال اللي بتبقى اصلا بتحاكي الرخام. شكل الكرارة اللي هي البلاطة البيضة في عرق رمادي، ده شكل رخام الكرارة البريشيا داينو. اشكال كتير جدا جدا في السيراميك والبورسلين بيقلدوا فيها الرخام. طبعا تقليد الرخام ما بيبقاش سهل، في حاجات بتبقى مبكسله، تلاقي الرسمه على البلاطه اوفر قوي او قليله قوي او مبكسله او مش واضحه، وتحس ان الشكل بتاعها مش منطقي، عشوائي بطريقه اوفر. الموضوع ما بيبقاش شكله حلو. اللي بيحاكي الرخام بطريقه قويه جدا هو البورسلين. البورسلين المحاكيه بتاعته للرخام او تقليده للرخام بيكون قوي جدا. وخصوصا واعلى واحد موجود في السوق البورسلين الاسباني، فعلا بيجيب لك درجه الرخام كتون لون وكعرق بنسبه 95%. يليه البورسلين الهندي، وفي طبعا شركات كتير في البورسلين نزلت دلوقتي. في بورسلين سعودي، في بورسلين اماراتي، في الصيني، في المصري. المصري كويس جدا سواء الجوهره او الكليوباترا، حاجتهم فعلا حلوه جدا. ولكن خلينا نشوف احنا بنختار الارضيه بتاعتنا ازاي، وايه الاشكال اللي فعلا احنا محتاجين نحطها في شقتنا عشان نوصل لاحسن شكل ممكن. طبعا زي ما احنا متعودين في الفيديوهات بتاعتنا، ان انا دايما بميل اكتر لفكره ان احنا نختار حاجه تبقى سيمبل. حتى لو هنختار حاجه فيها عرق فيفضل ان العرق يكون مكمل. يعني ما ينفعش ان انا اختار بلاطه يكون العرق بتاعها مثلا رايح اتجاه، واجي احط البلاطه اللي بعدها الاقي العرق التاني رايح اتجاه تاني خالص، كل واحده في ناحيه. لان احنا برضو هنرجع تاني ونقول ان الرخام هو الاساس. دايما لما بنيجي نركب الرخام في الارضيات، دايما بنركبه بنسبة 95% بيركب بحاجة اسمها اوبن بوك. يعني الرسمة بتبقى مكملة بعضها. اوبن بوك يعني اكنك جبت كتاب وفتحته، فبتلاقي العرق نفسه مكمل. طيب الموضوع ده بيفرق جدا في شكل البلاط، بيحسسك ان انت مركب قطعة واحدة في الارضية. ودي من الحاجات المهمة جدا، ان كل ما البلاطة كبرت او كل ما المقاس كبر وكل ما الفواصل قلت، كل ما هتحس ان المكان بتاعك بقى اوسع. فعشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا حتى لو هنجيب بلاطات صغيره فنجيب حاجه الرسمه بتاعتها تبقى بتكمل بعضها. لما اجي ارص بلاطه ورا بلاطه ورا بلاطه، الاقي الرسمه بتاعت البلاط مكمله بعضها. ما اجيبش حاجه عرقها تقيل شديد قوي، وما اجيبش حاجه تبقى خفيفه خالص لدرجه اني احس ان الدنيا ملهاش معنى. لان انت دايما هفكرك ان انت لسه عندك سجاد، ولسه عندك عفش، ولسه عندك ستاير، ولسه عندك زرع صناعي او زرع طبيعي، ولسه عندك تابلوهات، ولسه في ديكورات، في تفاصيل كتير جدا جدا ما بتخلصش في الشقه. والسيراميك بياخد حوالي 80% من مساحه الشقه. انت السيراميك والبورسلين موجود في الشقه كلها. فلازم تختاره بعنايه شديده، ولازم تختاره بدقه شديده. يعني لو هتعمل رسمه في الارضيه تقيله، يبقى انت مجبر ان انت تخلي الحيطان حاجه هاديه سيمبل بسيطه، ما يبقاش فيها تفاصيل كتير. ولو اخترت الارضيه هاديه وبسيطه، فانت ممكن تبدا تفكر في ديكورات في الحوائط. فلازم تكون عارف انت رايح فين، او انت ايه الهدف اللي انت عايز توصل له، او ايه الشكل النهائي اللي انت عايز تروح له. ومن الحاجات المهمه جدا اللي انا دايما ببص ليها وانا بختار البورسلين او السيراميك، لان احنا دلوقتي 90% من الشقق بيركب سيراميك او بورسلين. اول حاجه بروح ابص عليها، بروح ابص على الرخام الطبيعي او البلاطه اللي محطوطه دي، هي انهي نوع من الرخام. وبص على الرخام الطبيعي، هل البلاطه اللي انا شفتها دي هل هي شبه الرخام الطبيعي بالظبط ولا لا. طب لو مش هي شبه الرخام الطبيعي بالظبط، ايه اقرب حاجه ليها، عشان لما اجي احط حاجه في شقتي اجيب حاجه اقرب للطبيعه، اقرب للواقع. لان سبحان الله، الحاجة اللي ربنا خلقها والحاجة اللي ربنا حاطط فيها روح، الحاجة دي بيبقى ليها معنى وبيبقى ليها رونق وبيبقى ليها رسمة جميلة جدا
ما حدش فينا يقدر ان هو يعمل حاجه شبهها خالص نهائي، مستحيل مهما عملنا. دايما هتلاقي ان الناس اللي بيجيبوا بورسلين او سيراميك وبيخترعوا اشكال من عندهم، نادرا جدا لما تلاقي شكل طالع شكله حلو. انما سبحان الله تلاقي شكل الامبراطور اللايت الفاتح والغامق تلاقي شكله تحفه مع انه تقيل، تلاقي البريشيا داينو شكلها تحفه، تلاقي الاسود جالاكسي تحفه، تلاقي الكرارة، الكلاكاتا، الجولدن بيرج، الالاسكا وايت، الفانتاستيك وايت، كل الحاجات دي رخام وجرانيت طبيعي سبحان الله شكله تحفه، محدش فينا يقدر يقول ان هو وحش. لما تيجي تختار البورسلين او السيراميك بتاعك على طول ارجع بص على المصدر الاساسي بتاع الحاجات دي. يبقى احنا خلينا نقول ان انت لو قادر تحط في الارضيه بتاعتك رخام فده شيء كويس جدا، ولكن في نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ان الارضيات الرخام بالذات الارضيات اللي بيبقى فيها اللون الابيض مع الوقت بيصفر، لان الرخام المسام بتاعته واسعه. احنا عشان كده اصلا ما بنحطش في المطبخ رخام، احنا بنحط دايما في المطابخ جرانيت، لان الجرانيت المسامات بتاعته ضيقه، ما بيشربش سوائل، ما بيشربش الميه، ما بيمتصش اللون، ما بيعلمش فيه درجات الحراره العاليه. دايما تلاقي ان عندك الجلاكسي الاسود ممكن يتحط في الشقه، ولو انت نقلت شقه تانية تاخده وتقطعه وتركبه تاني زي ما هو بالظبط ويتلمع ويرجع زي ما كان بالملي. البارديسيو من الجرانيت، فانتاستيك وايت من الجرانيت، ولكن حاجه زي الفانتاستيك وايت جرانيت، ولكن برضو لا يفضل ان هو يتحط في المطابخ، لان اللون الفاتح بتاعه مع الوقت وارد ان هو يصفر، لان برضو درجات الجرانيت بتتفاوت. مش عايزين نتطرق قوي لموضوع الجرانيت وموضوع الرخام، ولكن اللي انا عايز اوصله لك ان احنا لما هنيجي نختار البورسلين والسيراميك بتاع الشقه بتاعتنا ناخد بالنا كويس جدا من الاختيارات بتاعتنا، نحاول ان احنا على قد ما نقدر نختار حاجه احنا نكون حابينها، حاجه تليق علينا وتليق على ديكورات بيتنا، ما نختارش حاجه تصعب علينا الديكور. ممكن تلاقي بلاطه شكلها حلو وتجيبها وتركبها، ولكن تصعب عليك اختيار الابواب، تصعب عليك اختيار الحوائط. لا، هات حاجه تليق عليك، تليق على شخصيتك، تليق على ذوقك. اتمنى تكون استفدت من المعلومات البسيطه والسريعه اللي انا قلتها في الفيديو ده، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه الموضوع اللي انت حابب ان انا اتكلم عليه. وشكرا جدا على التفاعل المحترم اللي الناس بتعمله، اللايكات والكومنتات والسبسكرايب اللي بيجي، بجد شكرا جدا جدا لكل واحد بيسمعنا وبيتفرج علينا للاخر. شكرا لوقتكم جدا، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.